السلام عليكم، مرحبا بكم في صفحة صوت العميد. أنا ندير تحليل تاع الأهداف تاع المباراة السابقة لفريق مولودية الجزائر ضد فريق شبيبة الثورة. في هذه الوضعية تلخص تمركز الفريقين على أرضية الميدان. المولودية عندما يكون عندها الكرة تعرض للعب وتكبر مساحة اللعب، أما فريق الثورة لاعبيه كانوا متقاربين بزاف وكانت سوء تغطية المساحات والفراغات اللي كانوا يخلوها من اللور. وهنا نشوفوا ذكاء زوغرانا اللي عطى تعليم لبن خماسة باش يلعب إلى الأمام وما يلعبش مع عبد اللاوي. حتى بن خماسة كانت عنده نظرة جيدة ولعب الكرة إلى الأمام واستغلوا المساحات الفارغة. وهنا سوء تمركز الدفاع تاع الثورة اللي عطى مساحة الموالي. لهنا نشوفوا في نفس الوضعية أن المولودية عندها مساحة لعب كبيرة على لاعبين فريق الثورة. لهنا كل لاعبين المولودية لهنا راهم رايحين يشاركوا في الهجمة. هنا موالي غير استلم الكرة لعب ندي دوبلومون مع بليلي، غير مرر الكرة انطلق إلى الأمام، ووضعية الجسم تاعو نحو الأمام خلت لاعبين الثورة يكونوا متأخرين. موالي دار اون باس اون روتري لي ديفياسيون تاع بايزيد، ونعيجي كان اوبورتونيست اللي كان تبع اللقطة منذ بدايتها. الهدف الأول لمولودية الجزائر من نعيجي يفتتح باب التسجيل في لحظة من لحظات التهاون في وسط دفاع شبيبة الثورة. نعيجي يفتتح باب التسجيل ويلعب مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي. هكذا كانت الانطلاقة. وفيما يخص الهدف الثاني لنسخة طبق الأصل للهدف الأول، يلعبوا 1-2 اللي باينة باللي خدموا عليها في التدريبات. لهنا نشوفوا نعيجي جا من الخلف اللي ديكروشا بزاف باش يخلق مساحة. لهنا طاهر إلى طومبورويزي باساها مليح نعيجي، بلايلي دار أبل كونتر أبل باش يليبيري روحو وسجل الهدف الثاني اللي كان هدف مخدوم 100%. تساءلت يا يوسف يا بليلي أين أنت؟ قلت بأن بليلي لم يظهر. فيما يخص الهدف الثالث سوء تمركز لاعبين ثورة وحسن تمركز لاعبين المولودية، حتى تحركات لاعبين المولودية كانت مدروسة وحسن استغلال المساحات والفراغات. لهنايا كاع راحوا إلى منطقة الجزاء. وهنا نشوفوا سوء تمركز لاعبين الثورة اللي 4 لاعبين ضد 1، ولكن في الهدف الثالث بليلي قام بالشو وظهر مهاراته وجاب ضربة جزاء صحيحة. شفنا لاعبين المولودية بعد التمريرة تاع مرزوقي البلايلي باللي معظم اللاعبين دخلوا إلى منطقة 18 باش يزيدوا الكثافة العددية. تسمع على بالهم باللي بليلي راح يتوغل ويمرر، ولكن بليلي أخذ قرار فردي واعتمد على المهارات الفردية تاعو اللي جابت نتيجة تاعها ضربة جزاء واللي سجلها. يوسف بليلي والثالث ثالث الأهداف ليوسف بليلي وأجواء كبيرة. فيما يخص الهدف الرابع هنا ضاو طلب الكرة بيده إلى الأمام اللي كانت عنده بضع ثواني سبق على لاعبين الثورة اللي تغلب عليهم. لهنا مرزوقي حرر روحه وراء لاعب الثورة اللي الدفاع الثورة ما كانش متمركز مليح طول المباراة، وهذا يفكرنا في هدف ضد نجم بن عكنون. وبغض النظر على الأخطاء الدفاعية وسوء تمركز لاعبين الثورة، ولكن ما يلزمش نقصوا من قيمة لاعبين المولودية اللي حسنوا استغلال الضعف تاع فريق الخصم واللي سجلوا 4 أهداف، اللي هذا شيء إيجابي. وشفنا نسوج كروية مليحة. وباش تلعب كرة كيما هادي لازم يكون عندك دي جوار انتيليجون. وهنا لنا نشوفوا باللي كان دي فاز دو جو بزاف في المباراة اللي كانت باينة باللي مخدومة في التدريبات. إن شاء الله القادم أفضل. السلام عليكم.